ازيكم؟ النهارده جايب لكم افضل 5 افلام مصريه بالنسبه لي. ما تنسوش اول حاجه تشتركوا في القناه وكومنت برايكم على الافلام دي في الكومنتات. في المرتبه الاولى معايا فيلم عسل اسود. في مقوله جامده قوي وانا بحبها في الفيلم دي بتقول: مين مبسوط؟ منصف مبسوط وهو مش لاقي مكان يعيش فيه هو ومراته؟ ولا ابتسام مبسوطه وهي مش عارفه تصبر نفسها ولا تصبر جوزها؟ ولا سعيد عنده 30 سنه لسه قاعد مع امه لحد النهارده عشان مش عارف يشتغل ولا لاقي شغل، وبكره هيكون حماسها زي سعيد ونوسها زي ابتسام. انت نفسك عاجبك حالك؟ تلمي انت عاجبك حالك؟ وفي المرتبة الثانية برضو معانا فيلم لأحمد حلمي، وهو فيلم آسف على الإزعاج. فكرة الفيلم قمة في الإبداع، وبجد أحمد حلمي عامل دور جامد فيه وتمثيل جامد أوي فيه. وفي المرتبة الثالثة معانا فيلم الفيل الأزرق، فكرة ما تعودناش عليها في الأفلام المصرية وتمثيل برضو جامد أوي. وفي المرتبة الرابعة معانا فيلم تراب الماس، تمثيل ايه وتصوير ايه وجمدان ايه. في المرتبة الخامسة معانا فيلم مظلوم جدا، مفيش ناس كتير اتكلمت عليه وبرضه ناس كتير مش عارفاه، وهو فيلم بره المنهج، فيلم غير نمطي ويستحق المشاهدة وقصة هادفة وجميلة قوي. وخد مني الافلام دي الثقة انك هتستمتع بيها. ما تنسوش الاشتراك في القناة وكومنت برأيكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.